المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 15 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنفيذ أعمال مشجعة لتوسيع الاستفادة من السمك في القشبركة. المزارع توجد في وضع جيد في ضاحية بويا بمدينة قلعلو. اتهامات وتحذيرات متبادلة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا. معطل 4 أشخاص إثر انفجار وقع جنوب غرب باكستان. وحرائق تلتهم كولورادو دمرت 580 منزلا وآلاف بلا مأوى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في مراكز الفحص والعزل في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 15 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت إصابتان في مركز العزل و13 إصابة في مراكز الفحص، إصابتان في ججرة واحدة في كل في دنب سنبل وتصرات وبراديزو وغودايف وسنبل وأمبادرهو وأمباغاليانو ومعسكر دندن ومايتمناي وفيا جدة وأربعة أسمرة. في غضون ذلك شفي 17 مريضا كانوا يتلقون الرعاية الاجتماعية في مستشفيات الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8026 شفي، منهم 7763 وتوفي 76 مريضا، فيما لا يزال 187 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة الأول من يناير 2022. أفاد مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم القشبركة في الاجتماع التقييمي الذي عقده في مدينة بارنتو من 28 وحتى 30 من ديسمبر تنفيذ أعمال مرضية لتوسيع الاستفادة من الأسماك في الإقليم. وقدم مسؤول المكتب السيد مكونن قرماي توضيحا حول أنشطة التوعية المنفذة لاستخدام السمك في الغذاء ونمو الأسماك المزروعة في السدود، وأشار إلى وجود جمعيات صيد الأسماك، وتقوم وزارة الثروة البحرية بالتعاون لتطويرها وضمان الاستغلال الجيد للأسماك في المجتمع. من جانبه أوضح مسؤول تنمية الأسماك السيد برهان التخلي أن الجهود تبذل لتقوية نقاط تنمية الأسماك في إقليم القشبركة وإدخال أدوات الصيد التي تسهم لسد احتياجات السوق من السمك. وأشار مسؤول مراقبة جودة الأسماك السيد تسفحي والتسفسين إلى وجود برنامج لزرع الأسماك في جميع السدود. وذكر أعضاء جمعية صيد الأسماك تنامي الوعي المجتمعي للتغذية بالأسماك، داعين لتوفير مستمر لأدوات الصيد. أفاد مدير ضاحية بويا في مديرية قلعلو السيد إبراهيم عثمان بأن مزارع الضاحية نمت جيدا باستخدام الحواجز الحوضية، وقال بالرغم من قلة الأمطار الصيفية والخريفية فأن المزارع نمت جيدا لجهد المزارعين والسيطرة السريعة على الجراد القادم من دولة مجاورة. ودعا المزارعين لمواصلة المتابعة والمراقبة من الآفات الزراعية وغيرها حتى الحصاد وجمع المحصول. وأوضح المزارعون استفادتهم الجيدة من الأمطار القليلة التي هطلت وإرشادات المهنيين الزراعيين، مؤملين حصاد محصول وفير.
أشادت إدارة مديرية نائفا بالمشاركة الشعبية القوية في برامج التنمية عامة وحماية التربة وحفظ المياه خاصة عام 2021. وأوضح مدير المديرية السيد يعقوب إدريس في الاجتماع الذي عقده لإدارات الضواحي والأعيان ورجال الدين وشركاء العمل تنفيذ مفاعل لأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وبناء وصيانة طرق نائفا رورا ونائفا أقرع ونائفا أفعبت بتعاون جميع الجهات والشعب. وذكر صيانة البنى التحتية للزراعة المروية في ماريت وأقرع والقيام بأنشطة إصحاح البيئة، مشيرا إلى الدفع بهذه الأعمال قدما في عام 2022. وطالب الاجتماع لتوفير الآليات لصيانة الطرق في مناطقهم لكونها أصبحت فوق قدرتهم، والاهتمام بغرف انتظار الحوامل في المؤسسة الصحية وقدم سيارة الإسعاف وتعزيز دور أولياء الأمور لرفع المشاركة في التعليم. قدم المواطنون مساعدات مالية وعينية للمعاقين والمحتاجين وأسر الشهداء في الإقليمين الأوسط وشمال البحر الأحمر بقيمة 2038 ألف نفط. وقدم السيد مكيل مريم وزوجتها السيدة جنة هبتصين بالتعاون مع نساء أخريات في مدينة هالبرس الهولندية فرن ومعجنة بقيمة 150 ألف نفط للمرأة المعاقة في معسكر دندن. وقدم السيد ماتيوس تسفاي فرن حلويات بقيمة 35 ألف نفط. وقدمت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في كندا مبلغ 3000 نفط لكل من 10 امرأة محتاجة في الإقليم الأوسط. وقدم فرع العمال في مدينة فورو 23,400 نفط لثلاثة أسر شهداء بمعدل 7800 نفط لكل أسرة. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من رد قوي للولايات المتحدة على أي غزو لأوكرانيا، فيما اعتبر الزعيم الروسي أن فرض عقوبات ضد موسكو سيكون خطأ جسيما. لكن وإثر مكالمة هاتفية بينهما استمرت 50 دقيقة هي الثانية في غضون 3 أسابيع، أشار الرئيسان إلى دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب. وفي السياق، قال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية خلال مؤتمر صحفي افتراضي إن بوتين كان مرتاحا بشكل عام للاتصال، وصرح مسؤول أمريكي رفيع بأن النبرة كانت جدية وموضوعية، كما لم يكن هناك لجوء من قبل الطرفين لإخفاء عمق الخلاف أو المخاطر الكبيرة التي تخيم على أطراف أوروبا الشرقية مع اقتراب موعد المحادثات الروسية الأمريكية في 10 من يناير في جنيف. قتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوبي غرب باكستان. وأوضح الشبكات الإخبارية أن الهجوم وقع خارج كلية العلوم في مدينة كويت الباكستانية في إقليم بلوشستان، مضيفة أن 3 جثث وحوالي 12 مصابا قد نقلوا إلى المستشفى. وأكد مسؤول باكستاني أن عدد القتلى وصل إلى 4 أشخاص، فيما كانت الكلية مغلقة وقت الهجوم ولم يكن أي من المعلمين أو الطلاب من بين الضحايا. كذلك أعلن الجيش الباكستاني معطل 4 من جنوده ومسلحين 2 في تبادل لإطلاق النار وقع أثناء عمليتي دهم نفذتهما قوات الأمن الباكستانية قرب الحدود الأفغانية. أفاد مسؤولون باحتراق فندق ومركز تسوق
وما يقدر بنحو 580 منزلا وإلى عشرات الآلاف من السكان جراء حرائق غابات تغذيها الرياح خارج مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية التي تعاني من جفاف غير مسبوق. وقضت النيران على قرابة 1600 فدان من مقاطعة بولدر مع وجود تحذيرات من احتمال وقوع خسائر بشرية بسبب محاصرة النيران لفنادق ومراكز تسوق. ويمتد الحريق على مسافة 2.5 ميل مربع، وقد غطى أجزاء من سماء المنطقة بدخان برتقالي، وأرسل السكان يندفعون للوصول إلى بر الأمان. وطلبت السلطات من آلاف الأشخاص مغادرة منازلهم هربا من الحرائق التي يعتقد أنها شبت عندما أطاحت الرياح العاتية بخطوط الكهرباء. وتعاني كولورادو مثل جميع مناطق الغرب الأمريكي من جفاف مستمر منذ سنوات جعل مناطقها عرضة لحرائق الغابات. الخبر الأخير في هذه النشرة: أطلقت السلطات في كوريا الجنوبية سراح رئيسة البلاد السابقة بارك جيون هاي بعد نحو 5 سنوات من إدانتها بالفساد، مما أثار جدلا حول ما إذا كانت ستلعب أي دور قبل الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل. ومنح الرئيس مون جاي إن عفوا خاصا لبارك الأسبوع الماضي مشيرا إلى تدهور صحتها، وعبر عن أمله في تجاوز الماضي المؤسف وتعزيز الوحدة الوطنية. وأصبحت بارك أول رئيس منتخب ديمقراطيا لكوريا الجنوبية يتم عزله من المنصب عندما أيدت المحكمة الدستورية تصويتا لبارك في 2017 لإقالتها في فضيحة أدت أيضا لسجن رئيسي شركة سامسونج ولوت جروب. وفي السياق أوردت وكالة يونهاب للأنباء أن مسؤول وزارة العدل سلموا بارك قرار العفو في المستشفى الذي تمكنت فيه منذ شهر. وأضافت الوكالة أنها لا تزال في المستشفى. ختام النشرة إليكم أهم ما جاء فيها: إصابة 15 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنفيذ أعمال مشجعة لتوسيع الاستفادة من السمك في القشبركة. المزارع توجد في وضع جيد في ضاحية بويا بمديرية قلعلو. اتهامات وتحذيرات متبادلة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا. معطل 4 أشخاص إثر انفجار وقع جنوب غرب باكستان. وحرائق تلتهم كولورادو دمرت 580 منزلا وآلاف بلا مأوى. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.